فيديو النهارده من الفيديوهات اللي ان شاء الله كلكم هتشكروني عليها. هنعمل مع بعض النهارده القرنبيط بطريقتين اجمل واسهل من بعض. لو اولادك ما بيحبوش القرنبيط بعد الفيديو ده كلهم ان شاء الله يطلبوه منك. هنعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه جدا. هنعمل طريقه القرنبيط المقرمش الكريسبي، طعمه هيكون مختلف جدا وهيبقى زي الفراخ المقرمشه بالظبط. ولو اولادك ما بيحبوش هيطلبوه منك بالاسم. وهنعمل كمان مع بعض خلطه حلوه للقرنبيط. لو مش حابينه كريسبي هنعمله برضو بطريقه سهله وبسيطه، وهيطلع معاكي برضو طعمه حلو وخفيف، مش شارب زيت معاكي ولا طري ولا معجن. وهنشوف مع بعض ازاي نعمل القرنبيط بوصفة حلوة وطريقة حلوة، وكمان يطلع لونه موحد زي ما انتم شايفين. بتمنى يعجبكم الفيديو النهاردة ان شاء الله. بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض الفيديو. النهارده مبدئيا كده هنحط مع بعض حله على النار، هنحط فيها ميه تغلي. بعد كده هنحط معانا شويه كده من الكمون، وهنحط شويه بسيطه كده من السكر. وهنبدا ان احنا نسلق مع بعض القرنبيط. الكمون عليه ملح، واهم حاجه معايا في الوصفه دي الكمون، علشان يمنع معايا تراكم الغازات من القرنبيط. هنحط القرنبيط كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، قطعناه زي ما احنا بنقشره عادي قطع كبيره. وبعد كده عايزه تصغري القطع براحتك. هنبدا ان احنا نسلق معانا القرنبيط. انا عملت فيديو قبل كده ازاي تقدري وتعرفي تشتري القرنبيط الكويس، والقرنبيط اللي هتعمل معاكي كميه حلوه وتبقى كمان كويسه معاكي في القلي والتحمير. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله لو حابين تدخلوا وتشوفوه. هنسلق القرنبيط معانا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعد كده هنصفيه وهنبدأ نجهز مع بعض خلطة القرنبيط. معايا هنا في خلطة القرنبيط حبتين كده من الطماطم، ومعايا فصين 3 كده من التوم. ببدأ اخدهم احطهم في الخلاط، بحط عليهم كده شوية من المية وبضربهم معايا في الخلاط كويس. بعد ما بيتفرموا كويس وينعموا ببدأ احط معايا 3 بيضات، حط عليهم شوية كده من الفلفل الاسود، وبحط شوية كده من الكمون، وبحط كمان شوية بسيطة كده من بودرة الزعفران، بتديكي لون حلو جدا في القرنبيط. وجربيها ان شاء الله تعجبك. ببدأ بعد كده بعد ما معايا خلطت الخليط كويس ببدأ انخل معايا الدقيق، والدقيق ضايفه عليه معلقة كبيرة كده من النشا. وببدأ ان انا اخلطه معايا زي ما انتم شايفين كده في الخلاط كويس. بعد ما بخلطه كويس ببدأ اقطع معايا خضرة محشي اللي هي الكزبرة والبقدونس والشبت. بس بيكون الشبت بسيط شوية فيها، بحطهم معايا بقطعهم قطع كبيرة كده، وبديهم فرمة او فرمتين كده في الخلاط. مش عايزاهم يكون ناعمين قوي معايا في خلطة القرنبيط. بيدوا ريحه حلوه وطعم حلو جدا معايا في القرنبيط. زي ما انتم شايفين لون الخلطه حلو جدا، مش غامقه ولا اي حاجه. امشي معايا بالمقادير دي وان شاء الله هتعجبك، وهيطلع معاكي طعم القرنبيط في منتهى الجمال. طبعا خلطه القرنبيط دي هستعملها في طريقتين تجهيز القرنبيط، يعني في الطريقه العاديه، وهنستعملها كمان في الطريقه الكريسبي. زي ما انتم شايفين حطيت معايا طاسه على النار. الطاسه دي انا بحبها في قليه القرنبيط، يعني لو عملت القرنبيط في اي طاسه تانية ما بيظبطش معايا زي الطاسه دي. فانت بقى اللي في اي حاجه زي ما انت حابه. لازم الزيت معاكي يكون غزير للقرنبيط علشان يتحمر معاكي وياخد لون ذهبي حلو، وكمان ما يلزقش ويتحرق معاكي. والنار معايا تكون عاليه. ببدا ان انا اخد كده احط القرنبيط في خلطه القرنبيط دي، وبصفيه كده بسيط، وببدا ان انا انزل معايا في الزيت. الزيت يكون سخن يا جماعه، لان القرنبيط بينزل على الزيت بيبرده، فعلشان خاطر ما القشره اللي بره دي ما تطلعش اعمليه بالطريقه دي. القرنبيط معانا بيحب النار العاليه. طريقه القرنبيط دي بتطلع حلوه جدا وكريسبي ومقرمشه ومش شاربه زيت خالص، وطعمها خفيف جدا وفي منتهى الجمال. الناس اللي بتخاف من القرنبيط بتقول ان هو بيكون تقيل كده وهو مقلي، امشي بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبك جدا وهتعمليه على طول. لا ده لا ابدا هيكون معاكي شارب زيت، ولا هيكون معاكي تقيل كده ومكتم، لا هتلاقيه خفيف وطعمه حلو. والعجينه كمان قوامها كده مظبوط، مش يعني مش معجنه ولا حاجه، مستويه وحلوه جدا من جوه. وكمان ما بتقلبيش القرنبيط كده، اول ما بتحطيه بتسيبيه يعني ياخد كده لون ويمسك نفسه كويس من تحت. وبعد كده بتبداي ان انت تتحركي فيه واحده واحده علشان القشره يحتفظ بالقشره اللي عليه، ويفضل لونه حلو كده، ما تفكش القشره لوحدها وقطعه القرنبيطه تكون لوحدها. امشي على الطريقه دي وان شاء الله الوصفه النهارده هتعجبكم، هتاكلي اجمل واحلى قرنبيط. وان شاء الله تكون وصفه سهله وجميله معاكم. الاولاد كمان معظمهم ما بيحبش القرنبيط، لكن الطريقه اللي هنعملها الكريسبي دي هتعجبهم جدا، ولا يمكن ابدا هيعرفوا ان ده قرنبيط. يعني هم هيفتكروا ان ده فراخ مقرمشه من جمال وحلاوه القرنبيط. الطريقتين حلوين وان شاء الله مش عليهم وهيعجبوكم. بعد كده ما القرنبيط بدأ كده ياخد لون زي ما انتم شايفين كده من تحت، ببدأ ان انا احركه واحده واحده علشان اكون متأكده ان القرنبيط هيتحرك معايا مش هيفك. ببدأ ان انا اقلبه كده على الناحيه التانية ياخد اللون، وبقلبه على جميع الاتجاهات عشان ياخد نفس اللون بتاع القرنبيط كله يكون لون موحد.
زي ما انتم شايفين القرنبيط لونه ذهبي جدا وشكله حلو، وكمان لما يطلع معاكم هيفضل مقرمش كده وجميل، يعني مش هيطلع معاكي طري كده ومعجن ومكتوم، لا. بضيف كمان معايا على الدقيق يعني حاجه بسيطه كده من البيكنج باودر، يعني بين صوابع ايديكي كده بسيط على الدقيق، ما تكتريش عشان ما يعملش طبقه معزوله عن القرنبيط، يعني حاجه بسيطه خالص كده عشان تفك القرنبيط معاكي. كده كده انا حاطه في الخلطه بيض، والبيض يعني بيخف معايا القرنبيط وبيخليه حلو، لكن يعني حاجه بسيطه من البيكنج باودر هتظبط معاكي كمان قوام العجينه، يخليها خفيفه وهشه معاكي كده. ببدا ان انا بعد ما قلبته كويس على جميع الاتجاهات واخد اللون الموحد اللي انا عايزاه، ببدا ان انا اصفيه كويس كده وبنزله معايا كده في الطبق زي ما انتم شايفين. وبحط الدور اللي بعده، لازم يكون معايا زيت القرنبيط سخن كويس علشان القرنبيط كله يطلع معاكي حلو وما يبقاش طري كده او يلزق معاكي في الطاسه وشكله يبقى مش لطيف. زي ما انتم شايفين هصفي كده معايا الدور القرنبيط ده، وهبدا انزل بدور تاني غيره، هنعمله بقى المره دي بطريقه الفراخ المقرمشه او الكريسبي. عندك حلين تقدري تستعمليهم، يا اما في خلطة الفراخ المقرمشة اللي بتتباع عند العطار، هي بتبقى عبارة عن حاجات كده عاملة زي البقسماط الخشنة، يعني هي عبارة عن حاجات عاملة شبه الكورن فليكس كده، صفرة، بتاخديها تطحنيها نص طحنة كده لانها بتكون خشنة قوي، وبنزل بالقرنبيط في العجينة اللي معايا، وبعد كده بنزل بيه على الكريسب الاصفر اللي انتوا شايفينه. طبعا الكريسب ده ما بيكونش عليه اي بهارات خالص، هو بيكون بس يدي القرمشة الفوقانية دي كده بس، لكن هو التتبيلة كلها بتكون معايا في خليط العجين بتاع القرنبيط، وطبعا في القرنبيط نفسه وانا سلقاه حاطه فيه ملح وكمون طبعا، فملحه كويس. تقدري تعملي الخطوة دي، وتقدري كمان تجيبي اكياس الكريسبي بتاعت الفراخ المقرمشه اللي بتعمل بيها الخضار، برضو تعملي بيها، بتكون برضو مبهره وعليها البهارات. باي طريقه بقى حابه تعملي اعملي، بس الطريقه دي حلوه جدا وطعمها في منتهى الجمال، وبتدي لون زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين شكل القرنبيط كله لونه موحد بالشكل اللي انتم شايفينه، القرنبيط الكريسبي والقرنبيط العادي اتنين شكلهم حلو وطعمهم كان في منتهى الجمال. وهتفتحي كده القرنبيطه من جوه هتلاقيها مستويه وحلوه ما فيهاش عجينه ولا اي حاجه. بتمنى تجربوا الطريقه وان شاء الله تعجبكم. بتمنى لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، ومستنيه تعليقاتكم. ولو حابين اي وصفه نعملها مع بعض يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، ويا ريت تكتبوا لي تحت انتوا من اي بلد بتشاهدوني علشان اتشرف بيكم واعرف كل اصدقائي واحبابي. وبشكر كل صحابي اللي معايا جداد على القناه واللي موجودين معايا من قبل كده، بشكركم على دعمكم ليا في القناه، وبتمنى ان انا اكون ضيفه خفيفه عليكم، واتمنى وصفاتنا تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.